ازاي تقلل من اعراض الرهاب الاجتماعي بارت 1. معاكم نهله عبد الباقي، اخصائيه نفسيه. اول حاجه انت لازم تستوعبها كويس ان اعراض الرهاب ديت مش بتروح كده من اول مره، مش حد هيقول لك كلمتين فالاعراض دي هتبدا ان هي تروح من عندك. الموضوع محتاج شويه خطوات، محتاج شويه وقت. لو انت التزمت عليهم كويس، لو انت حاولت تعمل الحاجات اللي احنا بنقولها من اول الفيديو ده والفيديوهات الجايه، وحاولت ان انت فعلا تشتغل على نفسك بالتدريج، الاعراض دي فعلا هتبدا ان هي تقل كتير. الحاجه اللي انا عايزاك ان انت تركز عليها في الفيديو ده، انا عايزاك تركز كويس قوي ان انت تخرج بره الناس بتشوفني ازاي او الناس بتفكر فيا ازاي وانا بتكلم، لان انت في الاخر مش هتلاقي غير ان الافكار دي موجوده في دماغك انت وبس. وهقول لك كده على تريك صغيره وانت بتتكلم مع الناس، حاول ان انت تبص لهم هنا، ما تبص لهمش في عينيهم، لان انا فاهمه كويس قوي قد ايه انك وانت بتبص في عينيهم انت بتكون متوتر جدا، فممكن تقلل على نفسك التوتر ده ان انت تبص لهم في الحته دي، ما تبص لهمش في عينيهم. حاجه كمان برضو عايزاك تركز عليها، خلي التجمعات اللي انت تبدا فيها انك تعمل فيها تريكه زي ديت تكون تجمعات قليله قوي. ما تقولش انا عايز اقف وسط جمهور كبير، مش هنضحك على بعض، انت فعلا بنسبه كبيره ممكن ما تعرفش تعمل حاجه زي كده، فما توصلش نفسك لتعب شديد جدا وان انت تكون تعبان قوي. خلي تجمعاتك محدوده اللي انت بتتكلم معاها وبس كده. انت مش مطلوب منك اي حاجه في الفيديو ده تعملها اكتر من الحاجتين دول. حاول تخرج بره الناس بتقول عليك ايه وشايفاك ازاي وانت بتتكلم، بص لهم هنا. والاهم من كل ده، حاول ان انت تكون تجمعاتك محدوده جدا جدا وانت بتدرب نفسك على حاجه زي كده في الاول. مجرد ما تبدا تحس في التجمعات المحدوده اللي انت بتتعامل فيها دي ان قلقك بدا ينزل شويه، الدنيا بدات تبقى كويسه احسن شويه، ابدا كافئ نفسك. استنى الفيديو اللي جاي عشان هقول لك على خطوات اكتر عشان لما هتعملها ان شاء الله تقلل من عندك الرهاب الاجتماعي. لو ما عرفتش انت تعمل ده لوحدك، ما تترددش ولو لثانيه واحده ان انت تلجا لجلسات العلاج النفسي. ولو عاوز تحجز جلسه علاج نفسي اونلاين، هتلاقي لينك الحجز موجود في البروفايل اللي موجود تحت اسمي بالظبط.